دمه خفيف، جنبه بياكل بشكل مخيف، أما بنسى ده شخص ظريف. مرسو فلفول، بعمل واجبي واخلص حاجتي وبستناهم على طول. تعالى اتفرج ضحك كتير. مرسو فلفول. ازيكم يا أصحابي، عاملين ايه؟ وحشتونا. أما بقى معانا النهاردة معلومة إنما ايه، يلا بينا. فلفول محضر جناحات وطلع على صخرة عالية شوية وحاول يطير. طبعا وقع واتزحلق، والحمد لله إن المكان ما كانش عالي قوي. مامته طلعت تجري تجري واطمنت على فلفول وقالت: فلفول حبيبي، انت بخير؟ يا ماما انا بخير الحمد لله. كنت عاوزة اطير يا ماما، عاوزة اطير زي العصافير. يا حبيبي بس انت فيل مش عصافير. عارف يا ماما، بس كنت بحلم. كل واحد فينا في الدنيا دي عنده مميزات مختلفة مش هتكون عند حد تاني، وانت مميز في حاجات كتير جدا يا فلفول. ذكي وشاطر في المدرسة، وصوتك حلو، وبتحب أصدقائك، وكمان دمك خفيف، وحاجات كتير كمان. وأي تجربة نحب نعملها لازم تكون على أساس علمي ومعلومات كتير قوي. بس انت حظك حلو يا فلفول، لأن النهاردة مرسو هتحكي لنا تاريخ الطيران من الأول خالص. بجد يا ماما؟ قد إيه كان نفسي أعرف تاريخ الطيران من زمان، وأنا مهتمة بالموضوع ده جدا جدا. أنا هاجي معاكي أشوف حلقة مرسو. هيلا هوب، جناحي بيوجعني قوي يا ماما، بيوجعني من الخبطة. جناح ايه يا حبيبي، انت فيل. ايه ده؟ دي رجلي اللي بتوجعني قوي يا ماما. حصل خير يا فلفول، بس وعدني ما تعملش كده تاني. اوعدك يا ماما، بجد مش هعمل كده تاني. وزي ما حضرتك قلتي، اكيد لازم يكون عندنا معلومات وعلم كتير قبل ما نجرب اي حاجة. يلا يا ماما، انا مشتاقة اشوف حلقة مرسو قوي. حضنت الأم فلفول وحمدت ربنا إنه كويس، وإنه ما تعورش تعويرة كبيرة، وإنه وعدها ما يعملش كده تاني أبدا. وفلفول دايما بيوفي بوعده. وإليكم تاريخ الطيران الآن مع مرسو. تاريخ الطيران، معلومة علمية. ازيكم يا أصحابي، وحشتونا قد البحر وقد السما. أما بقى معايا النهاردة معلومات إنما إيه جميلة قوي. الأول عايز أسألكم سؤال: مين فيكم ركب طيارة يا أصحابي، ومين لسه مركبهاش؟ يا رب كلنا نركب طيارات كتير ونلف العالم كله. شكلكم كده خمنتوا إيه هي معلومة النهاردة؟ أيوة بالظبط، معلومتنا عن الطيارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كابتن منكم الجلوس في مقعدكم وربط الأحزمة استعدادا للإقلاع. يا ترى بقى إيه قصة صناعة الطيارة؟ وإزاي قدروا العلماء يخترعوا وسيلة نقل كانت مستحيلة في يوم من الأيام؟ وأنا عايزة أحكي لكم حدوتة الطيران من البداية خالص. أول حد جرب يطير في السماء كان عالم عربي كبير ومخترع عظيم اسمه عباس ابن فرناس. تخيلوا كده معايا، كان عالم في الفلك والرياضيات والكيمياء والطب، وكمان كان شاعر وفيلسوف. كان مجتهد وبيحب العلم قوي وشاطر في حاجات كتير. أنا حاسة إنه كان ناقص يبقى لعيب كورة. نرجع بقى، عارفين عمل إيه في الطيران يا أصحابي؟ درس كتير عن تقل الأجسام ومقاومة الهواء للأجسام وتأثير ضغط الهواء لو طارت الأجسام دي في الجو، وعمل تجارب كتير. واللي ساعده في دراسته دي إنه كان يعرف عن علوم كتير. سافر ليها حتى الصين يا أصحابي علشان يتعلم هناك. شايفين العلم مفيد وممتع إزاي يا أصحابي؟
وبعد دراسة طويلة بدأ يجرب الطيران بنفسه. غطى جسمه بالريش اللي صنعه من الحرير الأبيض، وده نوع قوي ومتناسب مع تقل جسم الإنسان، وصنع جناحين من الريش ده برضه، وتأكد إنه قوي كفاية ويقدر يشيل جسمه إذا طار في الهواء زي ما بتطير الطيور. وده أكيد أخد وقت كبير يا أصحابي. ما هو العلم محتاج صبر ووقت يا أصحابي. بعد ما استعد وأعد أدوات الطيران جمع الناس علشان يشوفوا التجربة، وده كان في الأندلس. كانت ساعتها دولة عظيمة فيها علماء عظماء كتير. جمع الناس علشان يشوفوا أول إنسان يجرب الطيران، وبالفعل طلع على مكان عالي قوي في الأندلس ونط من فوقه وبدأ يحرك جناحاته اللي صنعها، وبالفعل طار في الفضاء مسافة بعيدة والناس مبهورين ومندهشين. لكن للأسف لما جه ينزل على الأرض زي الطيور معرفش، وده لأن الطير بينزل على ديله، وعباس بن فرناس ما كانش لسه درس وخطط لكده، فطبعا فشل الهبوط وتأذى في ظهره. ودي كانت بطولة وشجاعة كبيرة منه. وحتى لو ما نجحتش التجربة تماما، لكن العالم كله بيقدر بطولة عباس ابن فرناس وحرصه على التعلم والمعرفة ونفع كل الناس. والتجارب الناجحة بيبقى معاها تجارب كتيرة فاشلة، وده طبيعي جدا. مش ممكن الإنسان ينجح على طول، بس طول ما هو بيحاول أكيد في النهاية بينجح. حتى وكالة ناسا الأمريكية سمت فوهة من فوهات القمر باسمه، وعلى مستوى العالم له مطارات باسمه وطوابع بريد وجسر في أسبانيا اللي هي الأندلس بلده زمان. الإنسان اللي عايز يعمل حاجة مفيدة للدنيا وللناس مهم يتعلم كتير ويصبر على التعلم ده، ودي أصلا رحلة حلوة قوي. وكل ما الإنسان بيتعلم حاجة جديدة كل ما يكون سعيد، ومن متعة العلم والمعرفة بيفضل طول عمره عايز يتعلم أكتر ويستمتع أكتر. العلم بينور الإنسان وينور الدنيا كلها يا أصحابي، ويخلي صاحبه مخلد في الدنيا حتى بعد ما يموت، والناس دايما بتفتكر نجاحه زي عباس بن فرناس يا أصحابي. ونكمل المرة الجاية قصة الطيران واختراع الطيارة اللي بنركبها دلوقتي. بس يا ترى بقى مين عايز يطلع عالم بيحب العلم جدا وعنده معلومات كتير تساعده يكون مخترع يفيد الناس كلها زي العالم العربي العظيم عباس ابن فرناس؟ هنستناكم يا أصحابي تبعتولنا على الفيسبوك أساميكم وصوركم عشان نقولها في حلقاتنا ونعرف كل الأصحاب على العلماء والمخترعين الجايين. سلام يا أصحابي.